الحكايه دي من اغرب القصص اللي حصلت فعلا في مصر، وبتقول لك ان النصب ملوش حدود. القصه دي كانت سنه 1948 وبطلها نصاب اسمه رمضان ابو زيد العبد، وضحيته فلاح غلبان اسمه حفظ الله سليمان. رمضان كان واقف كالعاده مستني الترام رقم 30 في شارع القصر العيني، وفجاه لقى راجل فلاح بسيط جاي يساله هو الترام رقم 30 لسه ما جاش يا بيه؟ رمضان رد عليه وقال له لسه شويه، وطلع سيجاره واداله واحده. السيجاره دي كانت اول طعم. ليه؟ لانه لما بص في عينين الفلاح شاف السذاجه والحيره، وقال في نفسه دي فريسه العمر. اتكلموا شويه وبدا رمضان يعرف عنه اكتر. عرف ان اسمه حفظ الله وجاي من البلد علشان يدور على شغل، ومعاه شويه فلوس عاوز يبدا بيهم مشروع صغير يعيش منه في القاهره. الكلام ده كان كفايه يخلي رمضان يحس ان الفريسه دي دسمه ومعاه فلوس فعلا. بدا يرمي عليه شباكه وابتدى يقترح عليه مشاريع كتير، بس الفلاح رفضهم كلهم لحد ما رمضان حس ان خطته هتفشل. وفجاه الترام رقم 30 وصل وكان زحمه جدا، فالفلاح قال له هو متضايق ياه ده الترام دايما زحمه كده. رمضان ضحك وقال له طب ما تشتريه يا عم. طبعا الفلاح افتكر ان دي صفقه العمر وقال له من غير تفكير اشتريه. طب وازاي؟ رمضان هنا دخل في الجد وقال له انه يعرف ناس في الحكومه وهيخلصوا الموضوع رسمي، وبدا يمثل عليه الدور بحرفيه. اتفقوا يكتبوا عقد بيع رسمي للترام، ورمضان خد الفلاح وراح لمكتب محامي صديقه النصاب برضه، وهناك كتبوا عقد بيع الترام مقابل 200 جنيه. الفلاح دفع اللي معاه كله 80 جنيه والباقي كتب عليه رمضان كمبيالات. وبعد كده خدوا بعض وراحوا ميدان العتبه علشان يسلموا الترام رسميا. ركبوا الترام سوا ورمضان راح للكمساري واداله قرش ساغ وقال له خد بالك من الراجل ده هيكمل للنهايه، عامله كويس. وبعدها رجع للفلاح وقال له خد بالك يا عم حفظ الله، راقب الركاب وهم بيدفعوا التذاكر والمتحصل كله هيبقى بتاعك اخر الخط. الفلاح صدق فعلا وقعد يتفرج على الناس وهي بتدفع التذاكر، فرحان ان اول يوم شغل ليه بدا. بس اول ما الترام وصل اخر الخط الكمساري جه وقال له يلا يا حاج انزل يلا ده اخر الخط. فرد عليه حفظ الله لا يا ابني هات بقى الايراد كله. الكمساري اتصدم وقال له ايراد ايه اللي انت عاوزه؟ ومن هنا بدات خناقه ما بين الاثنين. الكمساري فاكر الراجل مجنون والراجل فاكر الكمساري عايز ينصب عليه. الموضوع وصل لاسم الشرطه، وهناك حفظ الله حكى كل اللي حصل وهو مقتنع انه اشترى الترام رسمي. رجاله البوليس ما تعبوش كتير لان رمضان ابو زيد كان معروف عندهم بسببه. مسكوه في وقت قصير والفلاح اول ما شافه قال هو ده اللي باع الترام. القضيه خلصت بحكم على رمضان بالسجن 2.5 سنين بتهمه النصب والاحتيال، والحكايه دي بقت من اشهر قضايا النصب في القرن العشرين، لدرجه ان بعد حوالي 10 سنين اتعمل عنها فيلم كبير سنه 1959 بطوله احمد مظهر واسماعيل ياسين، والفيلم اسمه العتبه الخضراء. يعني باختصار الراجل ما باعش عماره ولا عربيه، ده باع الترام نفسه. لو عجبتك القصه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير لان ده اكبر دعم لينا، واستنونا في القصه اللي جايه. سلام.